السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتاتي البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في قناة أميرة الخياطة. نرحب بكل المشتركات الكريمات. اليوم جيتكم بعمل جديد وهو تفصيل وخياطة سروال تاع بيجاما بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اليوم السروال ما حناش راح نعملوا له باترون، لأنه السروال تاع البيجاما سهل ما يحتاجش باترون. البنات راح نفصلوه مباشرة على القماش بطريقه ايضا سهله ومحترفه، وراح نعطيكم طريقه تاع اليوم رائعه جدا 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 البنات لاخواتاتي المبتدئات اللي راح تسهل عليهم الامور. قبل ما نبداو في العمل البنات ما تنساوش لايك للفيديو البنات، وتحياتي لكل المشتركات الكريمات. درك البنات واش نديرو؟ انا عندي هنا القماش تاعي انا طبقته على 4، طبقته من الجهه اللي تتكسل. يعني حنا البيجاما كنت تعرفوا باللي الحركه فيها بزاف وتحتاج دائما تكون واسعه وتكون مريحتنا في اللباس تاعها. طبقته على 4. ودوك واش نبداو البنات، لازم نلقاو القياس تاع العرض تاع البيجاما. كيف حنا نلقاو القياس تاع العرض تاع البيجاما؟ حاجه سهله البنات. واش نديرو؟ محيط الارداف زائد 8 سنتيمتر تاع التوسيع، هذا هو قياس العرض تاع السروال تاع البيجاما البنات. انا عندي هنا 102 سنتيمتر، نقسموها على 4 انا عندي لقيت 25.5 سنتيمتر، لكن انا راح نستعمل يعني 26 سنتيمتر. نص سنتيمتر ماهوش راح يفرق بزاف في العمل تاعنا. نزيدوا له 8 سنتيمتر البنات، قداه نلقاو 34 سنتيمتر البنات. هذا هو عرض البيجاما تاعنا. ها نعملو هنا خطوط او نقاط نعينوها باه نعرفوا العرض تاع البيجاما تاعنا. قبل ما نبداو البنات نعدلو الصح الحافه تاع القماشه البنات باه نبداو نخدمو قد دائما نستعملوا الكوس. تعملوا الكوس البنات راهو عملي بزاف. هنا نشوفوا القماش وين زايد، هنا ونقصوا هذه الجهه الزايده. هكا البنات. ها هكا البنات. ونزيدو نعينو، حنا قبل درنا العرض كما قلت لكم البنات، نعينو نقاط ونعمل خط فقط، ما نضلش نقص كي نكمل نفصلو مباشره السروال. ها حنا عدلنا الحافه تاعنا تاع السروال، عرفنا القياس تاع العرض تاع السروال تاع البيجاما. دركا نبداو البنات. نجي للنقطه هذه البنات، هنا للنقطه هذه ونهبطو ب3 سنتيمتر. هنا 3 سنتيمتر ونوصلوها مع النقطه هذه وين العرض البنات. هنا هذا هاو زايد البنات، خاطينا هذه للنقطه هذه. راهو نبداو مع بعضنا نقطه بنقطه. انتبهوا البنات. نقصوا البنات. هنا هكذا البنات ان شاء الله واضح. نزيدو نجيو للنقطه هذه هنا ونهبطوا ب10 سنتيمتر. هنا هكذا ونوصلوها مع النقطه هذه. للنقطه هذه ان شاء الله تكون واضحه. واش نديروا البنات؟ انتبهوا للنقطه هذه، انتبهوا جيدا. حنا نهزوا هنا غير هذو اللي الزوز اللي من فوق البنات،
ماشي. المره الاولى كي قسنا هنا 3 سنتيمتر قسمنا القطع في ربع، هنا قصيناها البنات. هنا لا، راح نهزو غير قطعتين الاثنين البنات. هنا ها، هنا هكذا نقصو هكذا ونخرجوا مع النقطه اللي عيناها. ها البنات ان شاء الله تكون واضحه النقطه هذه. هكا نزيدو نعينو هنا باه ما يروحلناش القياس تاعنا البنات، باه يجي تاعنا العمل تاعنا متقون. دركا البنات واش نديرو حنا؟ دركا عندنا الخلف وعندنا الامام، هذا هو الامام وهذا هو الخلف البنات. تبعوني الاخير ان شاء الله راح تفهموا. دوك واش نديرو البنات؟ نديرو طول الحوض، طول الحوض او طول الحجر. حنا قرينا نقولوا طول الحوض. طول الحوض باه نعملوا لافوش هذه، باه نعملوا لافوش تاع البيجامه البنات. وكيفاه نلقاو هذه الطول هذا تاع الحوض؟ كيفاه نلقاوه؟ واش نديروا البنات؟ نديروا ربع محيط الحوض زائد 4 سنتيمتر. هنا 4 سنتيمتر تاع لاستيك وربع سنتيمتر تاع الخياطه. انا عندي هنا 26 سنتيمتر، زدت لها 4 سنتيمتر تاع اللاستيك زائد 4 سنتيمتر تاع الخياطه، عندي 34 سنتيمتر. نهبطوا هنا 34 سنتيمتر. عندي 34 سنتيمتر. العرض نديرو 6 سنتيمتر. هنا هاهي 6 سنتيمتر. باه نعملو لافوغش البنات. ها هكذا هكذا البنات. القياس تاع السروال تاع البيجامه هذا البنات راهو اكس ال. دوك واش نديرو البنات؟ دركا نقصو مع الامام مع الخلف. هكذا البنات. ومن بعد نجيو هنا للخلف. عندي هنا الخلف، دائما نعرفوا الخلف راه واسع على الامام البنات. الطول تاع لافوغش هذه تجي اطول من الامام. نقيسو 3 سنتيمتر. هنا البنات نهبطو مباشرة هكذا نخرجوا عليها. كما قلنا البنات نعملوا لافوغش هذه، نجيبو درنا هنا 3 قسنا 3 سنتيمتر وهبطنا مباشرة وخرجنا هنا حوالي 1.5 سنتيمتر. ومن بعد نخرجوا مع لافوغش الاولى تاع الامام البنات. باه حنا دائما نعرفوا باللي الخلف راه واسع على الامام. ها دوكا نفصلوا الخلف هكذا، نهبطوا ونخرجوا مع لافوش تاع الامام. ناني البنات يخرج لنا بالطريقه هذه البنات. درك احنا
الجزء العلوي رانا كملناه. في العلم البنات الطول تاع البيجاما راني درت 110 سنتيمتر البنات. كما قلت لكم البنات الطول تاع البيجاما درت فيه 110 سنتيمتر. هنا نجيو هنا للاسفل، هنا عندي هنا 110 سنتيمتر، هذا هو القياس تاعها. لازم نتاكدوا البنات بلي الامام والخلف راهم قد بعضها. هكذا عندي العرض تاع السروال من تحت تاع البيجاما درت فيه 20 سنتيمتر، هنا 20 سنتيمتر هكذا. جيت هنا البنات من الاسفل تاع السروال وطلعت هنا حوالي 44 سنتيمتر البنات. هنا نعين النقطة، هذا الطول تاع الركبة. هنا خرجت ب 23 سنتيمتر. درك هنا القياس تاعك انتي واش حبيتي. حبيتي السروال عريض تاع البيجاما تجي من النقطة هذه وتطلعي حتى للنقطة تاع على السروال تاعنا فوقش البنات، هنا حتى لهنا هكذا تجي دا طول وتخرجي معاها طول. هذا اذا حبيتي السروال عريض. اذا حبيتيه بالقياسات هاو نعطيك القياسات كيفاه. ديري هنا 23 سنتيمتر وتوصلي النقطة هذه بالنقطة هذه هكذا، وجي بالبيستولي هذه البنات هكذا، ونجيو نعملو خط منحني هكذا، ونجيب مع النقطة هذه هكذا بالطريقة هذه البنات. هكذا. دركا نفصلوا السروال تاع البيجاما البنات هكذا. تبعوا النقاط كما عملت معكم البنات خطوه بخطوه، ان شاء الله راح تنجحوا فيه. هاك هذا هو السروال تاع البيجاما البنات. هذا الامام وهذا الخلف البنات. درك احنا كملنا التفصيل تاع السروال. ان شاء الله راح نتلاقاو البنات في آلة الخياطه. درك البنات نجيو المرحله تاع الخياطه. نبداو في الخياطه تاع السروال تاع البيجاما. هاهي درك نحيو، حنا عندنا امام وخلف. درك واش نديرو البنات، نبداو نخيطو اولا في السروال في الجهه الاولى. البنات هنا بالطريقه هذه نبداو من الاعلى الى الاسفل، نخيطو على 1 سنتيمتر. كما قلت لكم البنات قبيلاتك هنا في القياس هنا تاع الفخذ تاع السروال، كما قلت لكم اللي تكون هنا بصحتها البنات وتخاف السروال يجيها ضيق البنات ويجيها مشبوح، تطلع مباشرة من اسفل السروال حتى توصل للجهة هذه وتقوس، يعني حاجة قليلة تقدر تخيط مباشرة. دائما نجي للاسفل هنا البنات ونقيس باه يجينا السروال قد ما تجينا جهه طالعه ما تجينا جهه هابطه. هكذا البنات. نعملو البوان داغي. البنات اللي ما عندهاش آلة السيرجية البنات تعاود الخياطة على الخياطة الأولى اللي درناها البنات، باه
تخاف تتمزق لها الخياطه الاولى، يعني كي تقعد على 2 تكون محكومه اكثر. انا هاني خيط الرجل الاولى، درك نروح نخيط الرجل الثانيه. درك خواتاتي البنات بعد ما خيطت الرجل الاولى والرجل الثانيه عملت سيرفيلاج. هاو درت لها سيرفيلاج. كنت قادره نخيط بسيرفيلاج، انا عندي سيرفيلاج تاعي ب4 رؤوس. هنا البنات كي جيت نعمل عملت الرجل الاولى والرجل الثانيه كانت تكسرت لي فيها البرا جهه. انا عندي اللي تمشي بزوز عندها زوز اباري، عندي 4 الاد سيرفيلاج تاعي فيها 4 رؤوس وتمشي لي بزوز اباري. هنا هاي كانت تكسرت لي وحده لكن قعدت وحده. شوفوا كيف عملت لي سيرفيلاج، يعني في السيرفيلاج تصلح بس باه تخيطي بها، يعني ما تجيش مفينيه كيما تاع 4 رؤوس يعني بتاع زوز اباري. شوفوا البنات، ها هنا كانت تكسرت لي لكن عادي نورمال تخدم بها عادي حتى نشري لها وحده. دركا نقلبوا السروال تاعنا الجهه الاولى والثانيه، ها نقلبوهم. ها هي كيفاه الخياطه تاعهم البنات ساهله. السروال تاع البيجامه راهو اسهل ما يكون البنات. ها درك واش نديرو، نجيو هنا ونحطو هنا الخياطه على الخياطه. هاي البنات ها نحطو الخياطه على الخياطه. شوفوا البنات هاهو كيفاه يجينا الامام مع بعضاه ويجينا الخلف مع بعضاه. كما قلنا نخيطوا الرجلين هما الاولين ومن بعد نركبوا القدمين في بعضهم، نركبوا الرجلين في بعضهم، نحطوا الخياطه مع الخياطه هنا ونحكموا بلي زيبانجل باه تجينا الخياطه مع بعضها البنات ونبداو نخيطوا. ها نحطوا هنا الخياطه. شوف ها كي تعود الحاجه مفصله قد بعضها البنات، ها كي تعود بالقياسات شوف تجي يعني قد نبداو نخيطوا هكذا. نعملوا البوان داغي ونخيطوا الرجلين في بعضهم تاع البيجامه. ها البنات ودائما نعدلوا باه تجينا الخدمه فينيه ويجي الخياطه قد بعضها. هكذا نحيو البرا. البنات الخياطه كي يعودوا القياسات قد البنات تجي مفينيه، تجي القياسات مع بعضها، الخياطه تجي مع بعضها. نعملوا البوان داغي دائما باه الخياطه تاعنا ما تحلش. ها نحيو الخيوط. ها كملنا. ها هو البنات ها شوفوا البيجامه تاعنا دائما البنات يجينا الامام هابط على الخلف. حنا نلقاو هذوك البيجامات تاع نقولوا سوقي مثلا كي تلبسي السروال دائما يهبط لك من اللورا، السروال تاع البيجامه ديما يهبط من اللورا تلقاه مفصل قد بعضاه هكا البنات تلقاه قد الامام قد الخلف، وهو لا السروال دائما هكا الخلف يجي اكثر من الامام البنات. ها دوك نعمل سيرفيلاج ومن بعد نروحوا نركبوا مع بعضنا لاستيك. خواتاتي البنات بعد ما عملت السيرجي للافوش ولا طول الحجر او طول الحوض، هذا اللي تاع الخلف وتاع الامام. ها هو درك البنات ظاهر لنا الامام والخلف. ها شوفوا البنات هذا الخلف وهذا الامام.
زدت عملت سيرجي للكفه تاع السروال وكففتها، ها الاسفل السروال وكففته، لكن في الاخير زادت كسرت لي الابره الثانيه. كنت نخدم بزوز، دركا راني ما بلا آلة السيرجي. شوفوا كيفاه كانت تخدم، يعني الخدمه تاعها روعه. تاع 4 رؤوس، راهي آلة السيرجي تاع 4 رؤوس راهي هايله، كانك تخيطي ب5 فيله البنات، كانها تاع 5 خيوط ولا 5 رؤوس. روعه تخدم وتخيط يعني في نفس الوقت، لكن تكسرت لي حتى نشري البنات. دوك واش نديرو البنات؟ نجيو باه نعملو درك لاستيك. كيفاه نلقاو القياس؟ دائما كاين بنات بزاف تحير لهم كيفاه يلقاو القياس تاع السروال. لاستيك للاستيك البنات، للخواتاتي البنات المبتدئات، تقدري تقيسي على الخصر تاع الزبونه، او نعطيك طريقه باه ما تغلطيش البنات، ما تغلطوش خلاص. ها اليوم نعطيكم طريقه جميله جدا. تحكموا لاستيك البنات بالطريقه هذه وتثنيوه هكا بالطريقه هذه، وتجيو هنا دركا راني ها هو المنتصف، دركا راه الخياطه على الخياطه. ها نجيو هنا هكذا نثنيوه، ونجيو للحافه هذه البنات، ونجيو حتى لهنا. ها حوالي 10 سنتيمتر البنات، درك نقيس ونشوفو ونقولكم 10 سنتيمتر. دوكا البنات انا مع الخبره تاعي عيني هي ميزاني، نعرف 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 10 بعيني بلا ما نقيس. درك البنات ها هنا ديري من الخياطه هذه هنا تاع المنتصف تخرجي ب10 سنتيمتر ولاستيك فوق بعضها باه تفهموني يا البنات. ها اللي تحب لاستيك شويه مشبوح تخرج ب6 سنتيمتر حتى ل8 سنتيمتر، اللي تحبوا شويه اللي تحبوا مليح محكوم برك فقط ما يزعجهاش 10 سنتيمتر تكفيها البنات. ها بالطريقه هذه. درك واش نديرو؟ نقصوا لاستيك اهو، ونجي هنا نحطو على بعضاه ونخيطو هكذا، نعملو البوان داغي. لازم البنات باه يتحكم لنا لاستيك. ها هكذا راني نخدم معاكم بالعقل البنات باه تفهم. بالطريقه هذه. دركا واش نديرو البنات؟ نحكمو المنتصف تاع السروال تاع عفوا تاع لاستيك، نزيدو نحطو هنا المنتصف على المنتصف، ونحكمو الربع تاع السروال تاع لاستيك البنات عفوا هكذا بالطريقه هذه. كاينين بنات يعرفوا الطريقه هذه وكاين اللي ما يعرفوش، حنا دائما نعطيو الفائده للجميع. ها نزيدو نحكمو المنتصف، نزيدو نعينو المنتصف. درك البنات نحكمو هنا على ظهر القماش البنات، مش على وجهه، مش على وجهه، على ظهر القماش، ونحطو هنا لاستيك ونخلفو 1 سنتيمتر. اليوم راح نعطيكم الطريقه تاع خياطه تاع لاستيك، كنت درتها معاكم في للبنات اللي ما شافوش الفيديو، درتها معاكم في الكم او راهو كاين في القناه، واليوم درتها لكم في السروال. خليو 1 سنتيمتر ونحكمو بلي زيبانجل البنات. ها بالطريقه هذه. ها زيد نجيو للجهه هذه هنا ونخلفو 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ونحكمو بلي زيبانجل. ها زيد نجيو للجهه هذه هنا ونعلمنا بالطباشير هنا بالطريقه هذه. ها نزيدو نخليه 1 سنتيمتر هنا البنات. ها نزيدو نحكمو بلي زيبانجل. راني فاهم فيكم بالعقل البنات، ما تقولوليش الفيديو طويل، اللي يتحب يتعلم ما يتعلمش بسرعه. ها راني نخدم معاكم بالعقل باه تفهموني، ما تشكيوش من الفيديو طويل. انا بالنسبه لي الفيديو طويل احسن من القصير، القصير ما عنده حتى فايده، ما يعطيكش المعلومه كامله. ها البنات
بالطريقه هذه حكمنا احنا الاربع اركان. مثلا دركا واش نديرو، نجيو للماشينه ونخيطو كما قلت لكم على 1 سنتيمتر البنات. ها ونجيو للحافه تاع لاستيك، الحافه تاع لاستيك البنات، ونبداو نخيطو. اولا نعملو البوان داغي، نغرسو الابره تاعنا هكذا، ونكسلو لاستيك هنا، ونجيو نحكموها البنات هنا في الوسط. ان شاء الله تكون طريقه مفهومه. هنا البنات نحكموه ونخليو 1 سنتيمتر ونخيطو. نزيدو نغرسو البرا في لاستيك البنات، ونزيدو نكسلو لاستيك هنا. ان شاء الله تكون مفهومه واضحه الرؤيه البنات. هكا نزيدو نحكموها البنات هنا هاك باش تفهموا. نزيد نقرب لكم هاك باش تتحكموا عليها البنات. هكذا نزيدو نغرسو البرا هنا في اللاستيك، ونزيدو نكسلو لاستيك تاعنا ونمشيو معاه حتى نوصلوا للجهه الثانيه. هنا نزيدو نغرسو البرا، نحيو البرا تاعنا هذيك الزيبانكل نحيوها. ما تنساوش اللايك البنات للفيديو. البنات راني قلت لكم دائما ما تنساوليش اللايك باه يطلع الفيديو باه يستفادوا بنات اخرين البنات. نزيد نوصل الجهه هذه ونزيد نغرس البرا البنات، ندخلوا البرا لداخل باه اللاستيك تاعنا يقعد محكوم. البنات نزيدو نكسلو هكذا ونحكموا منا البنات باه نقعدوا مثبتين على اللاستيك. نزيدو نغرسو البرا هكذا دائما 1 سنتيمتر هكذا، نزيدو نغرسو البرا. دوكا نكمل البنات ان شاء الله تكون مفهوم. هاني البنات خيط لاستيك، ها هو داير ساير زي ما مخيط زي ما جا. البنات قلت لكم خيطوا الحافه تاع لاستيك البنات هنا بالطريقه هذه. درك نجيو حنا وين الخياطه، شفتوا هذه الخياطه البنات، نجيو هنا البنات ونثنيو 1 سنتيمتر هذا للداخل، ونزيدو ندخلو بلاستيك للداخل البنات، حيث تجي الخياطه على الخياطه. هنا الخياطه على الخياطه البنات باه ما يجيناش عوج. هكذا، ونجيو للماشينه بالطريقه هذه هكا ونخيطو للداخل هكذا، ونغرسو البرا تاعنا. دوكا ندوروا البنات ندورو ونعملو كيما عملنا قبيله البنات. ندخلو 1 سنتيمتر هذا لداخل، ندخلوه هكذا، نكسلو لاستيك ونحكموه هنا، نحكموه البنات ونثنيو الداخل هكا. هكذا البنات، نمشيو بالعقل البنات حتى نخلصو هكذا. هكذا نكسلو وندخلو 1 سنتيمتر هذاك لداخل، ونحكمو من هنا، ونتاكدوا البنات بلي 1 سنتيمتر هذاك هو لداخل هكذا. نغرسو دائما البرا لداخل البنات، ونزيدو نكسلو هكذا.
وندخلو لاستيك لداخل ل1 سنتيمتر لداخل، ونحكمو هنا البنات نحكمو هنا به ل1 سنتيمتر هذاك ما يخرجلناش ويجينا لاستيك مثبت البنات. ها ما تنساوش اللايك البنات. ها عاونوني يا البنات كما راني نعاون فيكم. نغرسو البرة لداخل دائما، ندخلو 1 سنتيمتر لداخل. خواتاتي البنات احنا كملنا الخياطه تاع لاستيك البنات. هاو كيفاه جا، ها هو البنات، ها قدامكم. اليوم عطيتكم البنات طريقه، وان شاء الله في الايامات الجايه اذا جاتكم هذه الطريقه اللي عملتها لكم اليوم تاع لاستيك صعيبه عطيوني اكتبوا لي فقط في لي كومونتير وحنا نعطيكم طرق اخرى. احنا كملنا العمل تاعنا تاع اليوم البنات. هاي كيفاه جات السروال تاع البيجاما زي ما جا البنات، متحوف الباين الامام الخلف، يعطيك اريحيه في اللبسه، خاصه كي يعود الامام ناقص شويه على الخلف، يعني مفصل على الطريقه الصحيحه تاعو. وراني عطيته لكم البنات بطريقه مبسطه جدا، بدون قياسات معقده وبدون باترون وبدون حتى كيما نقولوا لا باز تاع السروال، يعني بدون الباترون الاساسي تاع السروال. راني عطيته لكم بطريقه صحيحه البنات وجاء في منتهى الروعه البنات. هاكم شوفوا بعينيكم راني درتو قدامكم وخدمته قدامكم البنات. هاي الكفه، هاي سروال بيجاما مرتاح، وعطيتكم قياسات صحيحه البنات. جربوها البنات ان شاء الله لنفوسكم، واعطوني ارائكم في التعليقات ان شاء الله. واذا جربتوه اكتبوا لي فقط، راح نفرح بزاف. اي وحده تقول لي راني جربت وراني نستفيد منك، ما تصوروش الفرحه تاعي يا البنات، والله العظيم ما تصوروش الفرحه تاعي اني يعني نساهم ولو بالقليل في تعليم يعني بنات ما يقدروش يخرجوا مثلا، ولا يقدروا يمارسوا الخياطه في خارج البيت. ان شاء الله يعجبكم العمل تاع اليوم البنات، وان شاء الله تستفادوا منه. ما تنساوش اللايك للفيديو البنات، وبارطاجيو الفيديو البنات، وطلعوه لاقصى درجه. ونطلب منكم اللايك البنات هو اللي يطلع الفيديو. والى اللقاء في عمل اخر ان شاء الله.